السلام عليكم. فطرنا الحمد لله. هقول لكم النهارده كنا عاملين فطار ايه. كنا عاملين مكرونه سباجيتي. بعد ما فطرنا شربت قهوتي، مش قهوه يعني، ده لاتيه، وقرات لي شويه من الكتاب اللي بقراه، قرات شويه قران. ودلوقتي هقول لكم عملت السباجيتي ازاي. اول حاجه عندي سباجيتي، هنجيبها نشيلها كده من الكياس بتاعتها، ونسخن ميه تتسلق يعني، نحط ميه بتغلي ونحطها فيها ونقلبها كده لحد ما كلها تبقى في الميه. نقلب قلب 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 لحد ما تنزل كده تنهار. انا مش بحب اكسرها عشان تبقى صغننه قوي. ونطلع كده يعني اما تبقى طريه كده ان هي استوت، نشوفها بالشوكه او بمعلقه او بايدينا كده هي استوت. يامي. فهنفضيها في مصفى، نفضي المكرونه بالميه يعني في مصفى عشان نصفيها، نغسل نشطفها نبردها يعني. وهنكون حاطين جنبنا الطاسه فيها الصلصه دي قوطه متسبكه عليها توابل، وحطينا المكرونه وقلب قلب 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 قلب. الصلصه دي بقى ممكن نحط عليها كل التوابل بقى، يعني ملح فلفل كزبره ناشفه كمون بابريكا زعتر، بيبقى جميل جدا وبيدي نكهه حلوه، وجوز الطيب تدي طعم خرافي. وقلب قلب قلب قلب. ممكن نقطع فيها قطع خضار، فلفل بقى وطماطم فلفل الوان. قلب قلب قلب، نقلبها كلها كده لحد ما كلها تشرب الصوص. وحطينا عليها الخضار المتقطع ونقدمها بالشكل ده، نحط عليها بقدونسية من فوق او نعناع وناكلها كده. والسلام عليكم.